هذه الكلمات مع المرشح الدكتور عبد الله ضويحي، فليتفضل مشكورا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البداية يا إخواني يعجز لساني عن شكركم على تحملكم العناء وتفضلكم وإحسانكم علي، تواجدكم في مقركم الانتخابي هذا. اللهم إن كانت خيرا لي ولبلدي ولخدمة بلدي فوفقني فيها، واللهم إن كانت شرا لي ولبلدي فاصرفني عنها. اللهم اجعلني عند حسن الظن بإذن الله. حضورنا الكريم، في البداية اخترت عنواني الأزمة الحقيقية، اختصرتها الأزمة الحقيقية في الفترة القادمة المتبقية من عمر مجلس الأمة اللي هي تقريبا سنة وشهرين. اخترت الأزمة الحقيقية اللي شغلتنا في الفترة الحالية اللي هي الأزمة الاقتصادية بحكم دراستي لها. الأزمة اللي نمر فيها جدا معقدة ولها شعب كثيرة، راح أبسطها بشكل مبسط جدا سهل. في البداية احنا ننتج من النفط يوميا 2,600,000 برميل نفط يوميا، واللي وصلنا لهالسبب ان نعتمد على النفط اللي هو يشكل 92% من ايرادات الدولة، في الوقت نفسه اللي الامارات اعلنت قبل اسبوعين انها راح تستغني في عام 2020 عن النفط. الله يعين الحكومة، الظاهر مشغولة في قضايا هامشية وتركت أهل الكويت وتركت أهم عصب حقيقي وجوهر مهم اللي هو إيرادات الكويت، اللي هو الاستثمارات، اللي هو بنية تحتية جديدة للكويت اللي كان اعتمادنا عليها من أكثر من 35 سنة. الأزمة اللي هم استحدثوها الآن طبعا لابد أن تكونوا متفائلين، لأن احنا بخير وبنعمة بالكويت بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل جهود أشخاص موجودة تشتغل في الكويت. بس احنا عندنا في الحكومة الظاهر أن عندهم سبب معين خلاهم تكون عندهم أزمة إدارة وإرادة. البترول طول عمره نازل وصاعد، ما أشوف كانت في أزمة. الأزمة طلعت الحين في الفترة الحالية، بينما من قبل سنوات احنا 7 سنوات وهي من 120 و130 و140 و110، ما حد طلب من المواطنين أي زيادة، ولا شفنا بنية تحتية قامت، ولا شفنا في شيء جديد حصل في البلد، ولا شفنا استثمارات، ولا شفنا مشاريع ضخمة. جامعة شدادية لحد الآن ما خلصت، مستشفى جابر لحد الآن ما خلص، استاد جابر صارت عليه مشكلة. شو الموضوع؟ ماني عارف شو الموضوع. عندنا مشروع ضخم مثل ميناء مبارك، مشروع ضخم يعتبر أكبر وأقوى ميناء موجود الآن في الشرق الأوسط. تو مصرحين هو المفروض يخلص 2017، تو مصرحين 2019 راح يخلص أو راح يخلص. والله أعتقد أنها ترضيات ومحسوبيات هي اللي ودتنا في داهية. دائما نقول حطوا الرجل المناسب في المكان المناسب. في قانون في مجلس الأمة فعل وأقر من مجلس الأمة الموقر
اللي هو القانون المستثمر الأجنبي. القانون المستثمر الأجنبي يساعد في دخل الدولة، يساعد في تنمية البلد. دولة تبعد عننا ساعة بالطيارة استقطبت جميع الشركات العالمية وخلتها تشتغل في دبي. قطر الحين روح شوفها مزدهرة. ليش؟ لأنهم في إدارة، في ناس تشتغل، في ناس تعمل. في وادي اسمه وادي السيليكون في أمريكا، جميع الشركات الكبرى في العالم تستثمر فيه. وحنا مكانك راوح. كنا يسمونا درة الخليج، عروس الخليج. خلي يجون يشوفون شوارعنا، خلي يشوفون هني مناطقنا اللي انتم فيها الحين، منطقة خيطان حالة يرثى لها، لا أمن، كثافة عزاب، كثافة سكانية، إنارة، تدخلها بالليل الساعة 7 ما تقدر تطلع عيالك. منطقة اللي انتم فيها، تعال شوف الدائرة الثالثة بأكملها. بس إن شاء الله احنا نتوسم صراحة في أخوي الدكتور علي العمير وزير الأشغال، أتوسم فيه الخير، وأظن إن شاء الله ما راح ينسى دائرته، الدائرة الثالثة. عندنا في مشكلتنا في الكويت دائما عندنا يحارب الناجح حتى يفشل، وراه لحتى يفشل. بينما بالغرب في ناس تعرفت عليهم في لندن، سبحان الله يا أخي، من لا شيء صاروا شيء. والله كانوا ناس ما في ادعموهم دورات، دخلوهم دورات، أعطوهم امتيازات. الآن شوفهم يا أخي يخدمون للبلد أكثر مما يأخذون منها. ساعدتهم. احنا كل ما نروح مكان ما في لا تعامل، في روتين سيء، ومن سيء إلى أسوأ. احنا بس مهمتنا نحارب فلان ونحارب علان. لا تطق هذا ولا تسوي هذا. قبل أمس عندي ندوة نسائية، الله يجزاهم خير إخواني ما قصروا فزعوا لي. على شنو تسكرها؟ على شنو؟ ايش صاير؟ ليش؟ من متكلم عليه؟ حتى ندوة واحدة ما سمحتوا لي. على شنو؟ دورية حاطين لي عشان يقول حفظ الأمن. ايش عندنا؟ ايش بنقول؟ من حق أي مواطن يا أخي احنا أقسمنا على حماية الحريات العامة، حريات الشعب. كل إنسان سواء عضو مجلس أمة أو عسكري أو أي إنسان يقسم على حرية الشعب. ما أعتقد أن صاحب السمو يرضى بهالشيء. ترى محاربين عشان إعلاني برتغالي. على شنو؟ إعلان لون. الحكومة سهلة أنها تشتغل، والحكومة بجيشها الجرار سهلة أنها تحط خطط، تضع خطط لتنمية البشر، لتنمية بلدها، لتنمية المواطن الكويتي. مو تضع خطط شلون تجزره جزر، مو تضع خطط حتى تستفيد من المواطن، بينما خيرنا صاير لغيرنا مثل عين عذاري صرنا. أمس رافعين البطاقة المدنية من دينارين إلى 5. وعندنا معلومة مهمة جدا يمكن ما أدري فيكم اللي يعرفها ولا شيء. قيادين البلد يكلف الدولة 600 مليون دينار كويتي، ولاحقين على الدعوم 2 مليار. ولولا الله سبحانه وتعالى ثم صاحب السمو الله يحفظه كان الله يعين. وش صاير بالبلد؟ متقاعد
يقول لك متقاعد. كل المتقاعدين عندهم طاقة إنه يبذلها للبلد، بس مو إنه يشتغل ورا مكتب كان ولا يقدم له شيء، تقاعد عشان يشوف حاله برا. ليش ما تستفيد منه؟ ليش ما تستفيد من طاقة الشباب اللي قاعدين؟ شباب يستخرجون من الجامعة يقعد له 3-4 سنين عشان يتوظف. ترى يا جماعة الكلام اللي أنا قاعد أقوله والله كلكم تعرفونه، والله جدا بسيط، مو محتاج. بعض الدواوين يقول لي شنو برنامجك الانتخابي؟ شو أقول له برنامج انتخابي خلال سنة؟ احنا عندنا قضايا مهمة. ترى أنا مواطن حالي حالكم، يمكن الله سبحانه وتعالى أعطاني مثل ما أعطاكم بعض شغلات في الاقتصاد إنه ممكن أنا أحلها في فترة، لازم أنا أحلها في فترة وجيزة خلال سنة. أنا راح أقدم، قد تقبل مني، يقبل مني في مجلس الأمة، قد ترد الحكومة. أنت اسألني في المشروع الحالي إذا عجبك خطتي، تعال وتفاهم معاي، ساعدني، وقف معاي. والله عندي خطط كثيرة ماني عارف شلون أبدأ معاهم. أنا أتوسم إن شاء الله في أعضاء مجلس الأمة إخواني هناك، إذا الله سبحانه وتعالى يسر لي الأمر وفقني بفضل وقفتكم لي وفضل دعائكم، بإذن الله إن شاء الله نغير. ترى الكويت بخير، مو نفس ما قاعد يوصلون لنا الكلام. حنا على انهيار، حنا في على مش عارف شافها حفرة من الانهيار. الوضع جدا بسيط، بس هم مشكلتهم محاربة المواطن. الحكومة عمرها ما ساعدت، تساعد لك بشيء بسيط وتترك لك جوانب كثيرة. البركة بإخوانا في مجلس الأمة، إن شاء الله بيساعدون، إن شاء الله يوقفون. تذكر أن الله سبحانه وتعالى سيسألك عن هذه الشهادة، وكل إنسان أخذ مال حرام حتى يغير في شهادته ويزورها، يحطها في ظرف ويسجل عليها إني أخاف الله رب العالمين. جزاكم الله خير. أولا نشكر حضور الجميع وبارك الله بالجميع، والعذر اللي ما قدرنا يحضر، ولكن يوم السبت ما في عذر. عبد الله منكم وفيكم. نشكر كل عائلة وكل أسرة وكل قبيلة وكل جار، ولا نستغني عن الجميع. لذلك اليوم عبد الله تسلح بالعلم والعمل، ونسأل الله التوفيق، ولكن ايد واحدة ما تصفق. من غيركم ماكو شيء. عبد الله انتم الفخر وانتم العزوة وانتم الخير والبركة، وانتم تدعمون، دعمتوا الأولين، ما انتم قصرين على التالي. عبد الله ولدكم ومنكم وفيكم، ومهما قلنا ومهما تكلمنا انتم الخير والبركة، وانتم اللي توجهونا ولا لنا غنى عنكم. نرجوكم ونطلبكم بارك الله فيكم اذا تتوسمون في هذا الشخص خير، واذا تشوفون عبد الله فعلا ان شاء الله خير من يمثلكم في هذه المرحلة التكميلية، نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق، ومن ثم جهودكم ودعمكم. يوم السبت مطلوب منكم الحضور، يوم السبت مطلوب منكم التجمع، يوم السبت مطلوب منكم الدعم، يوم السبت مطلوب منكم الوقفة. يوم واحد أعتقد أن عبد الله يستاهل. بارك الله فيكم ونعم الله عليكم، ومشكورين وما قصرتوا، وعسى الله يرفع قدركم مثل ما رفعتوا قدرنا بحضوركم اليوم. بارك الله فيكم، مشكورين.